أنا بقالي تقريبًا 15 سنة باعمل فلوس أونلاين، وبقالي 5 سنين باعلّم آلاف الطلاب إزاي يعملوا فلوس أونلاين، وفي الفترة دي كلّها الحمد لله قدرت أشوف كل حاجة في المجال ده، سواء سبب النجاح، سواء أسباب الفشل منّي ومن الطلاب الكتير اللي شُفتهم، والخلاصة اللي عايز أقولها لك في الفيديو ده هي حاجة واحدة بس هتضايقك منّي ولكن هي الحقيقة. السبب الرئيسي لفشلك أو عدم وصولك للنجاح أو حالتك المادية الوحشة هو أنت مش أي حاجة تانية، مش أي ظروف، مش الإنترنت، مش أي حاجة تانية في العالم، وده اللي هنتكلم عنه في حلقة النهارده. أهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من بودكاست مصدر دخل، البودكاست اللي بيتكلم في كل ما هو متعلق بالفلوس والبيرسونال فاينانس وحالتك المادية. أنا عارف إن موضوع الحلقة بيثير الجدل، وعارف إن في ناس كتير جدًا هتتضايق من الكلام اللي هاقوله، وفي ناس مش هتقتنع، في ناس هتشتم والكلام ده كله، ولكن بُص الأمر الواقع كالآتي، إن في حقيقة دايمًا مُرة، وجسمك ومخك يعني بطبع الإنسان بيبقى دايمًا مش عايز يعترف بالحقيقة دي، فدايمًا بيدوّر على كل حاجة تانية تبرر له الحقيقة الوهمية اللي هو خلقها لنفسه، فما فيش حد أبدًا أو صعب تلاقي حد ييجي يقول أيوه أنا السبب في الفشل بتاعي، دايمًا الناس هتلوم الظروف، تلوم اللي حواليها، تلوم الناس اللي على الإنترنت، تلوم الكورسات، ممكن يبدأ يلوم كل حاجة قبل ما يلوم نفسه، وده مش تكبُّر على قد ما هو تكبُّر الصراحة، بس هو مش تكبُّر على قد ما هو جهل، يعني أنت بتبقى خايف فعشان كده بتحب تروح في الحتّة اللي هي ما فيهاش نور أو ما فيهاش معلومات علشان تستخبى يعني في الجهل ده. المهم إحنا في الحلقة النهارده هنتكلم على الأسباب ليه أنا باقول الكلام ده، وأنا عايزك تسمع كده بصدر رحب، يعني قبل ما تسمع الحلقة وأنت مشحون وتبقى لا أنا مستني بقى يرُد عشان أرُد عليه والكلام ده، اسمع الحلقة للآخر كده أكنك بني آدم تاني خالص بتتفرج من برّه، وفي الآخر خالص احكم هل الكلام بتاعي صح والّا غلط. أول سبب عايزين نتكلم عنه، أول سبب اللي أنت فاشل أو إن أنت مش عارف توصل لنجاح، ما تزعلش من كلمة فاشل دي معلش، هو إن أنت مش مقتنع بالحياة اللي إحنا بنحاول نعلمها لك. أنا دلوقتي راجل بيتكلم عن الفلوس فقط، فإحنا جايين نتكلم على حتة الفلوس دلوقتي. أنت يقينًا مش مقتنع إن إحنا بنعمل فلوس أونلاين، أنت مش مقتنع إن أنت ممكن في يوم من الأيام تبقى غني أو مليونير، أنت مش مقتنع إن المجال الفلاني ده شغال أو ده شغال، فكل حاجة لمّا بتيجي تخش في أي مجال في الدنيا دايمًا بتقعد تسأل مرة و2 و100 هو المجال ده شغال بجد يا جماعة؟ يا جماعة في حد استفاد بجد؟ طب أنا عايز أشوف حد كاتب كده testimonial والله أنا جربت واشتغل الموضوع مش عارف إيه، وحتى لمّا بتقرا الtestimonials ما إحنا خلاص عشان بتوع الbusiness فاهمين الحوار ده، فبقوا بيعملوا لك موقع landing page فيه الreviews الtestimonials الناس اللي جربت وقالت إحنا استفدنا، فأنت بتبدأ تقول لأ، دي إن هو وائل اللي كاتب الtestimonials دي مش ناس حقيقية. فبنقوم إحنا بعد كده نطلب من الناس يا جماعة معلش بعد إذنكم عايزينكم تصوروا فيديو وأنتم بتقولوا الكلام ده عشان يفهموا الكلام ده جاي منكم، فتبدأ تقول هو وائل دافع لهم، هي الناس دي أصلًا ممثلين مدفوع لهم الموضوع ده، بيبدأ مخك واحدة واحدة تدريجيًا يبرر اللي هو لأ أكيد في إن في الموضوع، ليه؟ لأن مخك خايف من حاجة معينة، ودي نقطة هنتكلم عليها قدام، مخك خايف إنه يخش في الموضوع ويفشل. ولو دخلت وفشلت هيبقى في هنا شقين، الشق الأولاني أنا اتضحك عليَّ، أنا شكلي عبيط، أنا ضيّعت وقتي. والشق التاني إن إيه ده! هي كل الناس دي نجحت وأنا اللي ما نجحتش؟ فتبدأ تحس إن في مشكلة فيك فعلًا وأنت مخّك بيحاول يحميك من ده. فأول معضلة كده نرجع لها تاني، أنت مش مقتنع إن الناس بتعمل فلوس أونلاين، أنت مش مقتنع إن الحياة دي موجودة، أنت مقتنع إن إحنا كلنا كدابين. طول ما أنت مقتنع الاقتناع ده عمرك ما هتوصل، مستحيل توصل. أنت أصلًا مخّك لمّا بتقعد تدّي له معلومات معيّنة عن أي موضوع، هو بيبدأ يستوعب إن هو بجد فاهم الموضوع وشاطر فيه. لو قعدت تقنع مخّك إن هو يعرف يشيل حاجة تقيلة، لمّا تروح تشيلها هتلاقي نفسك فعلًا عارف تشيلها، وأنت مش بتتمرن ولا حاجة، لأن المخ بيشتغل كده وبيحرك الجسم بالأفكار اللي أنت بتحشيها جوّه دماغك، ما بالك أنت سنين حياتك كلها غير إن هم ربونا في بيئة بتقول لنا إن إحنا عمرنا ما هنبقى حاجة وهنفضل فاشلين وفقرا طول حياتنا، وإحنا كمان في بيئة ما شُفناش حد حوالينا غني، فنبدأ نتشجع ونتحمس، طب ما والله أنا ممكن ييجي مني. ومثلًا كمثال بمجرد إن ما شاء الله يعني محمد صلاح عمل حاجة ما حدش عملها قبله، النهارده كمية اللعيبة الكورة المصرية اللي بتنجح وبتزدهر وبتلعب برّه وبيلعبوا في كأس العالم ومش عارف إيه، كميتهم بقت كتيرة جدًا. هم ليه كتروا مرّة واحدة؟ هل إحنا مثلًا في مصر اتحاد الكورة يعني مهتم باللعيبة أوي كده لدرجة إن هم بقوا بجد بينشأوا كويسين فرق نوادي برّه بيشتروهم؟ طب هل مثلًا برشلونة فكر إن ما طالما صلاح من مصر وجابوا هو حلو يعني بيلعب في مصر وجامد، طب ما ندوّر أكيد هنلاقي حد تاني في مصر حلو، فراحوا دوّروا لقوا حمزة عبد الكريم وجابوه. الدنيا ما بتمشيش كده، هو اللي حصل إن لمّا واحد بيخلق حاجة مستحيلة، الناس بتشوف وبتبدأ تحلم معاه، والحلم ده بيخش جوّه المخ فيساعد جسمك إن هو يمشي في الاتجاه الصح أو يوصل للنجاح
النجاح او ما يزهقش بسرعه. فعشان كده اللي حاول اوصله لك ان انت لو فعلا عايز توصل لنجاح في اي حاجه، مش لازم في الفلوس، لازم تصدق ان الموضوع حقيقي، ولازم تصدق ان انت فعلا ينفع توصل. خلي بالك طول ما انت شايف ان الناس كلها كدابه ونصابين اللي بيقولوا لك ازاي تعمل فلوس اونلاين، يعني الناس دي كلها فلوسهم حرام، الناس دي كلها جابوا الفلوس دي بس من الكورسات؟ اكيد لا، مستحيل، اكيد لا. وده يدخلنا على تاني نقطه. طول ما انت ما بتعملش حاجه مختلفه، طول ما انت مش هيجيلك نتائج مختلفه. الموضوع يبان بديهي بس انت مش قادر تستوعبه. يعني انت النهارده لو في مجال معين شفته وجربت تمشي فيه شويه، ولقيت نفسك تعبت وزهقت وما كملتوش للاخر وفصلت منه، طب يوم لما تلاقي مجال تاني، هل انت متوقع ان انت لو مشيت بنفس الاسلوب بالظبط من غير ما تغير اي حاجه، هل انت متوقع هيحصل حاجه مختلفه؟ طب هل انت متوقع بعد ما انت جربت مجال وفشل منك، لما يعدي شهر شهرين ثلاثه وتقول طب والله انا هجرب تاني، وتجربه بنفس الطريقه بالظبط، هل انت متوقع يجي لك نتيجه مختلفه المره دي؟ لو انت متوقع ان في نتيجه مختلفه هتيجي، يبقى انت شايف ان الموضوع حظ. انت شايف ان احنا نقعد نكرر نفس الحاجه 100 مره لحد ما مره تطلع لنا نتيجه مختلفه. وعايز اقول لك ان مفيش حاجه في الدنيا كده، مفيش حاجه في الدنيا، انا بقولها تاني اهو، مفيش حاجه في الدنيا اشتغلت كده. كل حاجه في الدنيا كانت مبنيه على فكره ان انت بتجرب حاجه بطريقه معينه، فالطريقه دي تفشل، فنقوم نجربها بطريقه تانية، فتفشل، فنجربها بطريقه ثالثه ورابعه وخامسه لحد ما نوصل للطريقه الناجحه. انا دايما بشبه الموضوع ان اي حاجه في الدنيا، وليكن مثلا انت عايز تبقى مليونير او عايز تعمل فلوس، حط كده الموضوع ده في النص كده، ويرسم طرق كتيره، خطوط كده كتيره بتأدي للموضوع اللي انت حاطه في النص ده. اهي الطرق دي كل الطرق اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها توصلك للحاجه اللي في النص اللي انت عايز توصل لها. ليه في طرق كتير مختلفه؟ لان لو كان في طريقه واحده توصلنا لاي نجاح معين احنا عايزينه، ما كانش حد غلب، كانت كل الناس مشيت في الطريق ده، كنا كلنا شفنا طب محمد صلاح بيتمرن ازاي وقلدناه، وكلنا لعبنا في ليفربول. مش منطقي. في نفس الوقت مش كل الناس متبرمجين بنفس الشكل. في واحد زي بيشتغل بجلد الذات ويقعد يضغط على نفسه ويقعد ساعات بيشتغل ومش عارف ايه عشان يوصل للهدف. في واحد تاني بيحب يوصل بطريقه اذكى. في واحد تالت بيحب يعين ناس يساعدوه يوصل. فكل واحد ليه المدرسه بتاعته. ربنا خلقنا مختلفين، في اختلافنا رحمه، فالحمد لله ان ربنا خلق لنا كذا طريق. اللي بيحصل ايه؟ ان انت بتمشي في طريق معين من ال100 طريق اللي انت رسمتهم دول، وبتلاقي ان في مطب. المطب ده يا اما بتعديه، يا اما في ناس كتير قوي بتقف وبتلف وبترجع. ماشي، مش مشكله انك لفيت ورجعت حتى مع ان ده فشل، بس مش مشكله يا سيدي، لفيت ورجعت، خد طريق تاني. هو انت بتلف وترجع وتسيب الهدف كله وترميه في الزباله؟ مش منطقي. انت لو رايح مثلا مشوار معين ولقيت الطريق مقفول، مش هتحاول تلف، هتقول خلاص يا عم انا مروح؟ حاجه غريبه جدا يعني. طيب لو انت ماشي ولقيت حفره، مش هتتفادى الحفره؟ اكيد هتتفاداها. طب يا سيدي انت ما شفتهاش ووقعت فيها، حصل خير، لما طلعنا من الحفره هنلف ونرجع بقى الطريق؟ لا، هنمشي بس هنبقى حذرين ان احنا ما نقعش في حفره تانية. او هكلم حد خد الطريق ده واقول له بعد اذنك قول لي ايه الحفر والنقرات اللي في الطريق، لان انا اول مره امشي هنا. دايما 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 اللي احنا بنعمله في حياتنا العمليه ان احنا بنكمل الوجهه بتاعتنا، نيجي عند اهدافنا وطموحاتنا مش بنعمل الموضوع ده. طيب انا بقى النهارده يعني هدي المثال ده. ناس والله يا وائل انا بعت ل100 عميل ومحدش رد، بعت ل1000 عميل ومحدش رد، مع ان محدش بيبعت الارقام دي، والله بيبعتوا ل2 3 بس ماشي. انا بعت لكتير جدا ومحدش فيهم بيرد خالص. يا سيدي مفيش مشكله، وريني الرسائل، وريني ال100 رساله اللي انت بعتها، هبص الاقي رساله واحده متكرره 100 مره. طب وانت يعني لما جربت الرساله دي مع البني ادم ده او مع 10 يا سيدي وما فيش ولا واحده جابت نتيجه، كان مخك بيفكر في ايه لما فكرت طب ما ابعتها ل100، طب ما ابعتها ل200؟ مستحيل. ما هي لو ما جابتش نتيجه اول مره مش هتجيب نتيجه تاني. فاللي بنحاول نوصله من النقطه دي ان انت لازم تتعلم ان انت تغير النمط او الحاجه اللي انت بتشتغل بيها علشان تجيب نتائج مختلفه. ده اللي انا بقوله ده ليه شقين. الشق الاولاني ان انت لو بتحاول مثلا تتعلم مجال الفريلانسنج واتفرجت على 10 فيديوهات على اليوتيوب وما استفدتش، او اتفرجت على يوتيوبر معين ما عرفتش تستفيد منه، العيب مش فيه، انتوا وربنا مش كاتبكم لبعض. روح شوف واحد تاني، ما ترميش المجال وما تقولش الراجل ده نصاب، ما تعملش اي حاجه، روح شوف حد تاني يعلمك الموضوع. فوانت داخل اي موضوع جرب كذا طريقه مختلفه. الشق التاني في حته التكرار دي، انت طول ما انت اسلوب حياتك اللي انت عايشه النهارده زي ما هو، يعني انت بقالك 5 سنين بتقول انا نفسي اعمل فلوس كتيره،
طيب انت في الخمس سنين دول ايه اللي اتغير في حياتك؟ هل بتقرا كتب اكتر؟ هل بتصلي وبتقرب لربنا اكتر؟ هل مثلا بتروح الجيم وبقيت صحي اكتر؟ لا لا لا، مفيش حاجه اختلفت في اسلوبك وفي نمط حياتك. هتقول لي يا وائل هو ايه علاقه ان انا مثلا بقعد على قهوه كل يوم او ان انا مش بقرا كتب؟ ايه علاقه ده بالبيزنس مثلا؟ ما انا في حته البيزنس شغال او بجرب فيها. انت لو عايز ان انت تبقى مثلا غني زي ساويرس او زي ابو هشيمه، هل انت فاكر ان الناس دي اسلوب او نمط حياتهم هواه من يوم ما بدأ لحد النهارده؟ هل انت فاكر كريستيانو رونالدو لما بدأ يلعب كرة في الاول وكان لسه مش عارف ان هو يبقى احسن واحد في العالم، هل فاكر ان هو كان بيتمرن بالقسوه اللي كان بيتمرن بيها وهو في ريال مدريد مثلا؟ الاجابه لا، لان ساعتها نمط حياته كان مكفي حياته ان هو بيلعب في النادي ده، وهو كان علشان احسن من يعني نمط حياته احسن من بقيه الناس اللي في النادي في البرتغال، فساعتها راح يلعب في مانشستر يونايتد. لما بدأ يضبط نمط شغله وحياته يبقى احسن من كل اللعيبه بتوع مانشستر يونايتد، راح مدريد. ولما علق على مدريد، هو ما فيش حاجه اعلى من مدريد خلاص، فخلاص بقى احسن لعيب في العالم سنين متكرره. فهو دايما نمط حياته متغير وبيفضل يتغير بناء على الطموح الجديد والهدف الجديد. النهارده عشان اللعيبه دي مش جعانه، بتحس ان هم فعلا هم ما بيعملوش اللي كانوا بيعملوه زمان، او يمكن لعيب تاني زي هالاند بيعمل احسن منهم، وهكذا. بدي امثله في الكوره، اتمنى تكون بتتفرج على كوره. اللي عايز اوصله لك خلاصه في النقطه دي، لازم تغير حياتك تماما. حتى لو انت فاكر ان العناصر دي مش بتفرق في البيزنس والفلوس، هي بتفرق. البني ادم ده، انت بص على نفسك دلوقتي كبني ادم، قول هل انا دلوقتي بشخصيتي دي، بحركاتي، باهتماماتي دي، بحب اتفرج على كرتونات وافلام ومسلسلات ومش عارف ايه، هل ده انسان يصلح ان هو يبقى مالتي مليونير؟ ولو بصيت عليها هتقول انا ما اعرفش مالتي مليونير كده اصلا. فالحل ان انت تبدا تغير من نفسك، وفي فيديوهات كتير على الموضوع ده، مش عايز اخش فيه في شق نبقى نعمل فيديو لوحدنا عليه. طيب النقطة الثالثة، الفشل. الفشل والخوف من الفشل واحد من أكبر الأسباب الرئيسية للفشل. يعني خوفنا من الفشل بيؤدي للفشل. طيب علشان نفهم الموضوع ده، لازم الأول كده نحاول نحدد معنى لكلمة الفشل. الموضوع ده مهما كررته الناس ما بتفهموش. حاول تفهمني يعني إيه فشل. الفشل بكل بساطة معناها ان انت بطلت تكمل في الطريق. يعني احنا ماشيين في الطريق، لو لقينا مطب ولفيت ورجعت، ده المعنى الحقيقي لكلمة فشل. المعنى الحقيقي ان انت قررت انك مش هتكمل، هو ده الفشل. حلو حلو. طب يا وائل انا مشيت في الطريق ووقعت في حفرة، ده فشل؟ لا ده مش فشل. ده اسمه ايه؟ ده النجاح. ايه ده؟ هو مش النجاح هو ان انا اوصل للهدف؟ لا، انك تمشي في الطريق لقدام ده نجاح، انك ترجع في الطريق لورا ده فشل. انما الهدف اللي انت وصلت له ده اسمه هدف، ده اسمه اي حاجة تانية تسميها، ولكن ما اسموش نجاح. النجاح مش وصولك للهدف، النجاح هو السعي. ليه بقى؟ ليه؟ انا عارف مخك مش مستوعب لسه، بس لان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كبشر نسعى فقط، ليس للإنسان إلا ما سعى. أنت مالكش أصلا في النتيجة، فأنت شغلتك الطريق فقط. كلنا ماشيين في الطريق، لو مشيت لقدام ناجح، لو مشيت لورا أو لفيت ورجعت فاشل، لو مشيت كده يعني نجح بفشل يعني، وهكذا. لو فهمت الكلمة دي هتفهم ان انت مفيش حاجة تخاف منها. انت ممكن تقول انا خايف ان الوقوع في الحفرة ده يوجعني. هيوجعك، هتتوجع طبعا، هتخسر فلوسك، هتجرب 100 مرة ومش مش هتوصل للي انت عايز توصل له في الاخر، ولكن انت ماشي على طول. لان انت لما تقع في الحفرة هتتعلم، مش هتقع في اللي بعدها. انت لما تجرب 100 مرة هتتعلم ان المرة 101 الموضوع هيبقى مختلف شوية. فالخوف من الفشل سبب فشلك. وانت طول ما انت مقتنع ان الفشل هو ان انا حاولت اعمل فلوس من المجال ده وما عملتش فلوس يبقى انا كده فاشل، لا، انت كده ما فشلتش، انت كده بدأت تكسل انك تكمل وتجرب. والله العظيم اللي مننا اللي عمل فلوس او وصل لاي نجاح عمله من خلال ان هو قعد يكرر الحاجة باشكال مختلفة زي ما قلنا مئات وملايين المرات. واحد زي يوسين بولت. يوسين بولت لو ما تعرفوش، الراجل كسب في الاولمبيات في الجري في السبرنتات. ومش بس كده، كان عامل ارقام رئيسيه، يعني ارقام قياسيه في الجري في السبرنتات، سرعات ما حدش عملها قبل كده في فتره زمنيه قليله. ما اعرفش حد كسرها ولا لسه، بس يوسين بولت يعني اشهر واحد في الاولمبيات في الجري خلاص. اللي انت ما تعرفوش ان يوسين بولت تقريبا 3 أو 4 مرات قبل ما يكسب اول بطوله ليه خسر. ومش بس خسر يعني مش مثلا كان تاني ويا هكسب، لا، كان بعيد،
كان بعيد جدا وكان بيخسر كتير، وعمر ما حد اتكلم على الخساره دي. الفشل كان ان هو ما يجربش تاني. وعايز اقول لك حاجه كمان، في دوكيومنتري عملوها على يوسين بولت ازاي لما كان بيفشل كده مره واحده بقى اسرع واحد في العالم كله. وقال لك ان هو راح للمدرب بتاعه وقال له احنا محتاجين نعمل حاجه، نغير حاجه في طريقتنا تخليني مختلف، انا ما ينفعش اكمل بنفس طريقه التمرين او الاكل او. وفعلا غيروا نمط التمرين بالكامل والاكل والتغذيه وكل حاجه بالكامل، علشان لما يرجع يبقى اسرع واحد في العالم ويكسر الارقام القياسيه. فعشان كده اللي عايز اوصله لك ان الخوف من الفشل مش معناها ان انت وقعت مره واثنين ثلاثه او جربت مره واثنين ثلاثه ما نجحتش، لا، الفشل معناها ان انت رجعت لورا. فيا ريت ما تخافش من الفشل، وافهم ان الفشل حاجه تانية. خش على النقطه الرابعه، ودي بقى بتعصبني. يعني الخوف من الفشل حاجه متكرره عند الناس كلها بتحس بيها، دي بقى حاجه بتعصبني. الكروته. انت بتعمل كل شغلك من غير احسان، وبتكروت في الشغل، وبتعمل اي حاجه وخلاص علشان يبقى اسمك عملت الحاجه وخلاص. يا سيدي انت محتاج تبعت ل50 عميل النهارده علشان تضمن ان حد يرد عليك. بعت، بعت. ابص بقى بعت لهم ايه؟ بعت هاي، بعت اخطاء املائيه، بعت ما قلتش اي حاجه اصلا، ما عرفتوش انت مين ولا انت بتعمل ايه. فلما بنيجي نبص على شغل الناس، انا عايز اقول لك ان تقريبا 90% من الناس اللي بيكلموني يقولوا لي ولا انا جربت الحاجه الفلانيه وما اشتغلتش، بنخش استشاره وبنراجع الموضوع سوا. 90% منهم 90% منهم بلاقي المشكله ان هو عامل حاجه غلط بكروته. بقول له طب ما انا عامل لك كورس ومصور الكورس وتعب ومكلف نفسي ومصور كورس ومنزل لك فيديو يقول لك ما تعملهاش كده، اعملها كده. بقول له انت اتفرجت عليه؟ اتفرجت على الكورس يا وائل. طب وانت ليه ما عملتهاش كده؟ ما ركزتش، عشان ده بياخد وقت فقلت اعمل الحاجه الاسرع. يعني قلت عملتها مره مرتين بالطريقه الصح وبعدها قلت خلاص بقى نكروت. الكروته هي السبب الرئيسي في عدم نجاحك. النهارده لما في حد يبيع لك كورس، ايا كورس، والحد ده يعني راجل موثوق فيه، يعني مش هقول لك حد مش حرامي يعني، والناس بتقول ان الراجل ده كويس، وانت اشتريت منه كورس، فانت طبقت النظريات بتاعته ما اشتغلتش، محتاجك ضروري تكلم الراجل ده وتقول له هل انا كده طبقت صح ولا لا. بنسبه كبيره قوي هتكون انت اللي طبقت غلط وده سبب عدم وصولك. وبنسبه كبيره قوي مجرد ان احنا بنقعد مع الناس وبنعدل الحاجه اللي هم كروتوها للحاجه الصح بيجيبوا النتائج اللي هم مستنيينها. وبيبقى الموضوع مستفز جدا، لان يا عم انت كل اللي مطلوب منك انك تنفذ اللي احنا بنقوله لك. انت مش مطلوب منك انك تجود علينا او تعلي علينا، ده احنا بنقول لك حاجه بتتعمل كده، كل اللي مطلوب منك تعملها وانت برضو مصمم تكروت. عدم الاحسان في العمل من أسوأ الحاجات اللي في الدنيا كلها. البشر كسلانين لدرجه هم مش عايزين يحسنوا، والاحسان ده حاجه في ديننا، يعني دي مش مثلا رفاهيه احنا بنعملها، ده مطلوب منك في الدين ان انت تبقى محسن في عملك. يعني لو عايز ربنا يحسن اليك لازم انت تحسن في العمل بتاعك. احنا حتى ما بنحسنش في الصلاه، يعني في الحاجات اللي هي الفروض اللي علينا اللي نخش النار من غيرها ما بنحسنش فيها، وبنصليها متاخر وما بنركزش ومش عارف ايه، وربنا الحمد لله ان هو مش بيحاسبنا على ده. ولكن انت لازم تكون على الاقل داخل بنيه ان انا ناوي احسن. حصل بقى حاجه اتشتت مش عارف ايه، لازم تخش بالنيه دي، مش في الصلاه، في الشغل، في كل حاجه طبعا لازم تبقى محسن. وانا عايز كده انهي النقطه دي بان انت بجد تتفكر كده في الشركه معاك، الناس اللي شغالين معاك في الشركه، الناس اللي معاك في المدرسه او في الجامعه، الناس اللي حواليك عامه. عايزك تطلع مين فعلا محسن في الشغل بتاعه. والله العظيم هو فيه يعني في ناس محسنه كتير، بس يتعدوا على الصوابع مقارنه ببقيه الناس. يعني في ناس شاطره بس مش محسنه في شغلها، وفي ناس محسنه ودقيقه وتبقى يبقى مهتم، والحاجه اللي عملناها مليون مره قبل كده مركز انه يعملها بنفس جوده اول مره بالظبط. ليه؟ لانه بيعملها لصالح ربنا، مش بيعملها عشان خاطره. فلازم تبقى محسن في عملك وبطل تكروت الشغل بتاعك عشان تنجح. واخر نقطه خالص، دي نقطه بقى شخصيه بتستفزني انا. والله بفتح كده بقلب في تيك توك، اقلب في انستجرام، الاقي بقى فيديوهات من ناس صناع محتوى بينزلوا يقولوا كلام مستفز، وللاسف هو مش دقيق. انا مش هقول هو غلط، هو مش دقيق. في ناس كتير بتقعد تقول لك يا عم الناس اللي بتبيع كورسات دول حراميه ونصابين. في ناس تانية بتقول لك هو اللي بيعمل فلوس من الكورسات ده عمره، اللي بيعمل قصدي فلوس اونلاين، عمره ما هيعلم الناس ازاي يعملوا فلوس اونلاين. في ناس بتقول كده، انت متخيل؟ والناس مصدقه الكومنتات لما تقراها، تقعد تقول لك صح طبعا، ما هو لو بيعمل فلوس ما كانش زمانه علم غيره عشان ما ياخدوش من نصيبه. ولا بقى في ارزاق ولا في ربنا سبحانه وتعالى ولا في اي حاجه، يعني الايمان بقى بيختفي في الجمله دي. الكلام اللي انت بتسمعه على الانترنت كله معمول لسبب واحد بس: اثاره الجدل. الانترنت كله مخلوق، كله مخلوق بس علشان يجذبوا انتباهك، الاتنشن بتاعك ده، الانتباه ده هي العمله بتاعت زماننا.
العمله بتاعت الزمن بتاعنا، اللي النهارده يخلي ان صناع المحتوى سواء مستر بيست او اللايف ستريمر زي اي شو سبيد ان دول اهم اتنين في العالم كله، في العالم كله. لدرجه ايه؟ لدرجه ان في كاس العالم لازم يحضر اي شو سبيد الماتش ويصور الماتش لايف كله. لازم مش بتلاقيهم قاعدين مع ترامب اللي هو رئيس جمهوريه امريكا، قاعدين معاه وبيتكلموا وبيعملوا بودكاست وكده. ايه العلاقه لو قعدت تفكر فيها؟ ايه العلاقه؟ يعني ايه علاقه ده بده؟ هل يعني اسماعيل ياسين زمان كان ممكن بقى يروح يتغدى مع جمال عبد الناصر؟ يعني كان ضربه الله يرحمهم كلهم. السؤال هو ليه دلوقتي الموضوع كده؟ لان اهم ناس في العالم هم الناس اللي بيعرفوا يجذبوا انتباه بقيه الناس اللي حواليهم، وهم نجحوا في ده. بغض النظر ده صح ولا غلط، حرام ولا حلال، مش ده موضوعنا دلوقتي. فالموضوع دلوقتي ان انت اي حاجه بتتفرج عليها على الانترنت لازم تبقى فاهم ان هي معموله بصيغه ان هي تجذب انتباهك. حتى اللي انا الفيديو اللي بصوره لك دلوقتي، ما انا بتكلم بالاسلوب ده وبقول الكلمات دي علشان انت تستفز فتسمع للاخر، فاهم، وتكتب كومنت ومش عارف ايه. فكله عايز ياخد انتباهك. فاللي انت محتاج تفهمه ان مش اي كلمه تسمعها اونلاين تصدقها، ومش اي كلمه تيجي على هواك تصدقها. مش اي حد يقول اصل بتوع الكورسات دول حراميه فانت تقول ايوه اهو الراجل ده قال حراميه يبقى هم حراميه، يبقى انا مش هشتري كورس، يبقى انا مش هعمل فلوس. بس مش بسببي، بسبب ان كورساتهم نصابه. ما ينفعش تاخد كل حاجه على هواك، ما هو ده اي كلام. وشفت برضو يعني حد كده كان قال انتوا ازاي تطلعوا الناس اللي بيتكلموا على الفلوس ازاي يطلعوا على السوشيال ميديا ويقعدوا يقولوا ينفع تعمل فلوس وغير حياتك ومش غير حياتك ومش عارف ايه. في جمله كده انا بحبها قوي بتقول لكل مقام مقال. لو انا النهارده قاعد في الفيديو ده وبكلم حد، يعني بقول له انت محتاج تبدا تعمل 100,000 دولار في الشهر، بقى احنا محتاجين نروح للمرحله دي. انت شفتني قاعد مع حد بقول له كده، فانت هتعدي من جنبي هتقول للناس دي معاتيه 100,000 دولار ايه وزفت ايه ده، احنا مش عارفين نعمل 2000 جنيه في الشهر تقول لي 100,000 دولار. هتحس ان ده وهم. حلو حلو. طيب انت بقى مش عارف ان اللي انا قاعد معاه ده راجل اصلا بيعمل 90,000 دولار في الشهر، وانا بس بقول له انت محتاج تخليهم 100، بقول له محتاج بس تزود 10% زياده بس كده. لما تحط نفسك في الموقف ده هتلاحظ ان انا لما اقول لواحد بيعمل 90,000 انت محتاج تخليهم 100، ينفع اقول له الكلمه دي لان كلمه منطقيه. انما لو رحت لواحد عنده 1000 جنيه وقلت له حولها 100,000 دولار، كلام غير منطقي، من حقه يشتمني، مفيش مشكله. الانترنت بقى مفتوح على بعضه. انا بنزل مثلا فيديو بقول للناس يا جماعه في البيزنس انت محتاج تعمل كذا عشان تزود مبيعاتك ل 500 مليون. هيجي حد يكتب كومنت يقول 500 مليون ايه، مفيش الارقام دي، الارقام دي مش حقيقيه. ايوه في العالم اللي انت عايش فيه اللي احنا بنقبض فيه 10,000 جنيه، ايوه الارقام دي فعلا مش حقيقيه، صح، بالنسبه لك هي مستحيل تبقى حقيقيه. وانا مش ضدك، بس الفيديو مش بيخاطبك. وما ينفعش في كل فيديو تلاقي الراجل بيبدا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، الفيديو ده بيخاطب الفئه اللي بيعملوا من كذا لكذا. اللي بحاول اوصله لك ان مش كل حاجه تسمعها اونلاين تصدقها او تاخدها على هواك او تترجمها بالطريقه اللي انت عايز تترجمها بيها بس عشان انت تبقى مرتاح نفسيا. لازم تبقى فاهم ان اي حد بيقول لك ان ما ينفعش تعمل فلوس اونلاين والله هو مش فاهم حاجه. واي حد بيقول لك ان كل اللي بيعلموك ازاي تعمل فلوس اونلاين بيكذبوا عليك، هم بس عايزين يبيعوا كورسات، والله هيتحاسب على ان هو عمم حاجه مش حقيقيه. واحب اقول لك ان اي حد قال لك يا عم لا ما تحاولش في الطرق الفلانيه دي وانا جربت فيها وفشلت، هو شخصيا مش فاهم هو بيقول ايه. لان زي ما قلنا قبل كده الطريق اللي حد فشل فيه مش معناها ان بقيه الناس هتفشل فيه، والطريق نفسه اللي انت فشلت معناها انت لفيت ورجعت. هو لو قال لك انا فشلت هو قصده انا سبت الموضوع وما كملتوش للاخر، وانت مطلوب منك تكمله للاخر. بس كده يا سيدي، دي كانت حلقه النهارده. اسف ان انا طولت عليك، واتمنى ما تكونش زعلان مني، واتمنى ما يكونش في شتايم في الكومنتات اللي تحت، مش هتفرق الصراحه. ايا كانت وجهه نظرك اللي انا قلته لك هي الحقيقه، لو انت الحمد لله ربنا قدرك ان انت استوعبتها ووافقت عليها، اوعدك حياتك ان شاء الله تبدا تتغير. واشوفكم في الحلقه اللي جايه.